حبايبي الحلوين، عارفين مثال انت جميل اذا انت قبة؟ بطلتنا بقى ماشيه بالمثال ده، كل ما تشوف ولد وسيم تقع في حب على طول. والصراحه بقى احنا مش عندنا بطل واحد ولا اتنين، احنا عندنا 4 ابطال. فتعالوا بقى نتخيل الحيره اللي هتكون فيها بني بطلتنا. سلسلنا بقى بيبدا بباني اللي بنشوفها من وهي صغيره وهي بتحب القصص، ومش عشان القصص حلوه ولا حاجه، لا عشان الامير بتاعها وسيم. ومش بتكتفي بس بقرايتهم، لا كمان بترسمهم. حتى وهي في المدرسه الثانوي كانت بتكرش على المدرس بتاعها عشان وسيم، واللي ادركت بقى مع الوقت ان قلبها بيدق لاي راجل وسيم. بس تنجز جود بقى ان ده ساعدها كتير انها تخش قسم النحت اللي كانت بتحبه، وهناك بقى تعرف تنحت براحتها كل ما هو جميل. وبنشوفها بقى وهي بتنحت تمثال قمر كده، واصحابها رايحين لها وبيقول لها الله عليك ويا بختك بحبيبك، ده اكيد وسيم جدا عشان تنحتي بالابداع ده. وبس بقى بنلاقي ان حبيبها داخل عليها وبيناديها، بنبص عليه بنتفاجئ ان هو مش وسيم خالص. بيروح بقى وبيعرفهم بنفسه ان اسمه كو، وهم بيتفاجئوا اول ما بيشوفوه بيقولوا اكيد باني بقى مش بتهتم بالرجاله الوسيمه، اكيد بتهتم بقلبهم، وان الجمال الحقيقي جوه مش بره، وقاعدين تسليك عشان الكسل. وبنشوفها بقى وهي بتوري كتب وباي صحابها على حبيبها كو، اللي هم كمان اول ما بيشوفوه بيتفاجئوا بيقولها يا بنتي عشان انت بتدوري على الشكل بس بتوعديه ليه. لكن بيبان بقى ان هو كان بيجري وراها في الجامعه كلها ومش سايبه، ومغرقها بقى اهتمام وعصير واكل، فبالنسبه لها ايه اللي عايزاه اكتر من كده؟ حتى ان هو اعترف لها قدام الجامعه كلها اللي هو بيحبها. واصحابها ما بيكونوش مقتنعين بالكلام ده وبيقولها خلاص يا حبيبتي طالما انت فرحانه هنكون فرحانين. في الجامعه بقى بتكون ماشيه مع حبيبها اللي بيقول لها ايه رايك نطلع رحله، اللي بتكون لسه هتوافق لكن بتعرف منه ان هم كده هيباتوا بره البيت، بتكون لسه هتعترض فبيطلع لها عقد وبيكون هيلبسه لها. بيجي بقى بطلنا اللي بيخبط فيه والعقد بيقع، فبيقول له حاسب يا عم انت ما بتشوفش ولا ايه، وبيكون لسه هيتخانق معاه لكن بطلنا بيمشي وبيسيبه، وبنتنا بتقول له هو لسه جديد اصلا ما تزعلش نفسك، وبتاخده وبتلبسه هي. بتروح بقى لاصحابها عشان توري لهم العقد بتاعها، واللي باباي اول ما بتشوفه بتقول لها هو مش حلو اصلا هو مش حلو. فباني بقى بتقول لها انت مشخصناها مع حبيبي، لكن باباي بقى بتقول لها يا حبيبتي انت ما بتحبوش اصلا، انت بتحبي الناس الوسيمه بس اللي خلاكي تختاريه. وقبل ما باباي تكمل الكلمه بتلاقي ان حبيبها جه اللي بيدي لها الكتاب، وبيبص على باني كده وبيقول لها فكريني باسمك كده تاني، فبتقول له انا اسمي باني انا لسه قايله لك المره اللي فاتت، فهو بيقول لها اه ما خدتش بالي وبيمشي وبيسيبها. فبتبص لصاحبتها وبتقول علشان كده الناس الوسيمه اللي زيي وما بتهتمش بيا خالص. وبيظهر بقى في الوقت دوت البطل بتاعنا التاني جون اللي بيكون قمر قوي، وكل البنات اول ما بتشوفه بتكون هتنهار ان قد ايه ده وسيم وكاريزما وماشي على الارض ازاي زينا ده. لكن هو بقى بيوقف بنتين علشان يدلوه على مكان شؤون الطلب، فطبعا بقى ما بيصدقوا وبيودوه هناك. واول ما الموظفه بتشوفه بتقول له ساعدك في ايه يا قمر، بيقول لها ان ورقه متعلق بقاله فتره وان هو عايز يرجع تاني قسم النحت بتاعه، فبتقول له هنبص عليه وبكره بالكتير هتكون موجود معانا. وبنشوف بقى الولدين هناء وشيرين وهم قاعدين عمالين يجيبوا في سيره الطلاب الجداد وعمالين يتريقوا عليهم، لكن بقى بيظهر بطلنا يولو وبيقول لهم يا جماعه ما تتكلموش على حد من ورا ظهره. وبيروح له بقى صاحبه الشريف اللي بيقول له ما تقلش عليهم انت بقالك كتير ما جيتش، فهو بقى بيقول له طب خلي بالك بقى منهم عشان ما يعملوناش مشاكل. فشريف بقى بيقول له طب روق بقى يا عم ده انت حتى بقيت الليدر بتاعنا، لكن بطلنا بيكونش طايق نفسه ولا طايق ان هو يبقى ليدر. باني بقى في الوقت ده بتكون بتتصل بحبيبها كو، لكن هو ما بيكونش بيرد عليها وقاعد في الاوضه بتاعه الاذاعه. لكن بقى اول ما صاحبه بيرن عليه بيرد عليه على طول ومن غير قصده بيفتح السبيكر بتاعه، لا مش السبيكر بتاعه، بيفتح كل الميكروفونات بتاعه الجامعه، والجامعه بقى بتسمع الفضايح اللي جايه دي. بيكلم بقى صاحبه وبيقول له اه يا عم انا كلمتها وقلت لها ان هي تبقى رحله ليليه، ولمحت لها كده وكمان لمحت لها كده ان احنا هنبات وهنيجي تاني يوم، وان انا من ساعه ما بدات الموعده معاها وانا عايزه اعمل معاها علاقه. والعبيط يكتفي لغايه كده؟ لا طبعا بيكمل وبيقول ده باني باين عليها غبيه قوي، انا عماله لمح لها من بدري وهي ولا حاسه، بس احنا ساعتها بقى هنكون سكرانين واقدر اعمل معاها كل اللي انا عايزه. طبعا بقى كل الكلام ده بتكون الجامعه كلها سامعاه بابطالنا باني بكله، واللي بيكمل بقى كلامه وبيقول انا جبت لها القلاده بس عشان الين دماغها عشان تعرف تيجي معايا. باني بقى بتكون بتسمع الكلام ده وهي بتجري اصلا، واصحابها كمان اول ما بيسمعوا الكلام دوت بيروحوا هم كمان علشان يضربوا. فاصحابه بقى في الوقت ده بيخشوا وبيقولوا يا عم انت فضحتنا، الجامعه كلها سمعت اللي انت بتقوله. فهو بقى بيتصدم وبيقفل بسرعه الميكروفونات وبيروح عندها. بيفضل بقى يدور على باني وهو بيجري وبيحاول يتصل بيها، لكن هي كمان ساعتها بتكون بتجري مش فاضيه. لكن هما الاثنين بقى بيتقابلوا عند الساحه بتاعه الجامعه والجامعه كلها بتكون بتتفرج عليهم. فهو بقى بيقول لها باني حبيبتي ما تصدقيش اي حاجه من اللي انت سمعتيها دي خالص. هي بتقول له انت عبيط ولا ايه يعني هصدق ايه لو مش هصدق الكلام ده انت اللي قايله، وان اللي بقوله ده كلام عشان بس اغيظ صحابي. لكن هي بتقول له هو انت عبيط عشان تفتكرني انها هصدق الكلام ده؟ فبيجي عشان يستعطفها ويمسك ايديها، لكن هي بقى بتضربه وبتوقعه في الارض. فكرامته بقى يا عيني بتنقح عليه وبيقوم بقى وبيقول لها هو انت بقى ما كنتش عارفه نيتي من الاول ولا هتستعبطي، وان انت كنت مبسوطه بكل اللي انا كنت بعمله لك لما كانت ايامنا حلوه، ودلوقتي لما اتكشفت قدام كله هتعملي نفسك عبيطه، وان انا صاحبتك مع انك انت اصلا مش مميزه واستحملت. فباني بقى بتسمع الكلمتين دولت وبتولع اكتر ما هي مولعه وبتديله بوكس بالطياره. طبعا بقى الجامعه كلها ساعتها بتتصدم من اللي حصل ده، وهي بقى بتكمل له وبتقول له انا كنت مصاحباك بس عشان انت قعدت تتوسل، بس عادي يا حبيبي انا ممكن انقي لي اي ولد قمر مز كده وهرتبط بيه ولا يشغلني ومش عايزه اشوف وشك تاني، وبتمشي وبتسيبه وبترمي العقد اللي هي كانت لابساه، والبطلين بتوعنا بيكونوا عمالين يبصوا عليها وهم مبتسمين. لكن هي بقى يا عيني بتكون مطفيه ومكتئبه
مراقبه، وبتروح البيت تلاقي ان اصحابها كانوا بيدوروا عليها هم كمان، واللي اول ما بيشوفوها بيطلعوها فوق وبيفضلوا يشربوا كلهم، وبتقول لهم انا غلطانه، انا اللي وافقت ارتبط بيه مع ان هو اصلا مش حلو، وقلت عادي ده بيحبني ومش عارفه ايه، بس لا ابدا. باي بتقول لها برافو عليك ان انت بتفكري كده، بس عايزين بقى نفكر بمشاعرنا الايام الجايه. فبني بتقول لها انت معاكي حق، انا من دلوقتي مش هرتبط الا بولد يكون قمر ووسيم كده من بتوع شباب الجيل ترارارا هو دول عارفاهم، وهختاره بقى يبقى بيحبني وبيموت فيا بس برضه يبقى وسيم. واصحابها بقى بيكونوا فرحانين ومزقططين وعمالين يشجعوها. بنشوفها بقى تاني يوم وهي قتيلة على السرير من كتر الشرب اللي هي شربته، وباباها ومامتها بيكونوا عايزين يصحوها لكن هي بتقول لهم ان هي تاخد اجازه من الجامعه، وبتروح علشان تفطر معاهم، لكن هما بيكونوا عايزين يقنعوها ان هي ما تسيبش الجامعه، فهي بتقول لهم لا مش هرجع في قراري ابدا. لكن بقى مامتها بتفكرها ان هي لما كانت في اعدادي قالت لهم نفس الكلام ده، وان هي عايزه تنقل مدرسه ثانيه وما كانتش عايزه تسمع من اي حد. لكن بقى كل اللي بتفكر فيه ده بيختفي اول ما بتلاقي هذا الفتى الوسيم وهو داخل عليهم، واللي بيطلع جارهم وبيقول لهم ان هو اتنقل جديد وجاي عشان يديلهم الضيافه. فهي بقى اول ما بتشوفه بتقول انا مش هنقل من هنا، هفضل هنا في المدرسه دي، نعرف مننا ان هي ممكن ترجع في قرارها عادي علشان اي حد وسيم. فهي بتقول لهم يا هو انتوا لسه فاكرين انا دلوقتي مش هتنازل وهروح واعمل الاجازه مهما حصل. لكن مامتها بتكون متاكده ان هي لو شافت حد وسيم مش هتعمل الاجازه ولا حاجه وهتغير قرارها. بنشوف بقى باني وهي ماشيه وماسكه الورقه ورايحه علشان تقدمها، لكن بقى بتلاقي في الطريق جيون اللي بيسالها وبيقول لها انا تايه هنا عايزه اروح المكتبه. فهي بتكونش طايقه نفسها، لكن اول بقى ما بتشوفه بتتوه في جماله، وبتسرح بقى بخيالها المريض ده، وبتشوف ان هو رايح وجايب ورد لحبيبته التعبانه في المستشفى، ولا هتطلع مين يعني؟ هتطلع هي اكيد. لكن بتفوق كده وبتقول انا اتجننت ولا ايه وانا عماله اتخيل اللي انا معاه. بتقول انت كنت بتقول ايه؟ عايز تروح المكتبه؟ وبتقطع الورقه على طول ولا كانك كانت هتعمل حاجه. وبتروح بقى معاه وبتعرف ان هو معاها في قسم النحت، فبتقول له يا عم انا الليدر هناك لو عاوزت اي حاجه بقول افتح معاه في مواضيع كتيره، لكن الواد بيكون باين عليه مكسوف. فبتقول له ان في هنا كافيتيريا حلوه لو عايز تجرب الاكل، لكن هو بقى بيقول لها ان هو يبقى ياكل معاها مره ثانيه. فبتقول له خلاص تمام ورقمي كده كده معاك لو عاوزت اي حاجه، وبتمشي منها. لكن بقى وهي ماشيه بتلاقي ابننا التاني يول وهو ماشي قدامها، وهي بتقول يا ايه الوسيم القمر ده، وبتسرح بقى في خيالها ده ملاك ده ولا ايه، وخيالها المريض بيصور لها اللي هي راكبه ورا العجله وهم لسه في الثانوي. فبتقول هو انا باين عليا اتجننت؟ طب انا مش بفكر بواحد ولا اتنين دلوقتي، بس بقى بتقول كده كده دي الاراده وده القدر، انا مش هسيب الجامعه ابدا. بنشوف بقى جيون وهو ماشي، لكن بيلفت انتباهه ان في تمثال جميل جدا ومكتوب عليه اسم باني، وبتيجي بقى الموظفه وبتقول له ان باني هي اللي عامله التمثال ده وان هي بنت شاطره جدا، وبتقول له ايه الحلاوه اللي انت فيها دي، ده انت والتمثال واحد، لا ده انت كمان احلى من التمثال. فبيكون بقى ساعتها ابننا يول واقف هو كمان وسمع اللي هم بيقولوه، بس بيكون برضه مركز مع التمثال اللي عاملاه باني. والموظفه بتمشي من هنا وبنلاقي ان جيون واقف عمال يبص للتمثال كده ومتغر فاكر اللي هو شبهه، فيول ما بيستحملش وبيفضل يضحك وبيمشي وبيسيبه، لكن جون بيكون مستغرب هو بيضحك على ايه العبيط ده. وجيون بقى بيكون لسه بيفتح اللوكر عشان يحط الحاجه بتاعته فيها، لكن بيلاقي ان يول سبقه وحط الحاجه فيه، فبيقول له هو انت مش شايفني يعني انا كنت بحط الحاجه بتاعتي؟ فيول بيقول له هو بتاعك يعني، اللي بيسبق هو اللي بيحط الحاجه. وبيمشي بقى وبيسيبه، وبيكون ده اول تاتش بينهم. بنشوف بقى باني اللي بتكون قاعده مع اصحابها هما الاثنين وعماله تحكي لهم ان في 2 قمر شافتهم النهارده، وان ما كنتش عارفه ان الجامعه فيها ناس حلوه كده، ده احنا ما كناش عايشين. اصحابها بقى بيشجعوا بيقول لها اشقطي واحد فيهم احنا معاك. بنشوف بقى ابننا يول وهو قاعد وبيخلص المشروع بتاعه علشان عايز يقدم، وبيجي له بقى بنتين حلوين كده وبيدوا بسكوت، وهو بيقبلوا منهم وبيقول لهم شكرا. هم بقى بيمشوا وهم فرحانين، لكن بنلاقي ان هناء وشيرين دخلوا عليه، اللي بيقولوا ده انت الفخر بتاعنا، انت احلى واحد عندنا في القسم. فهو بيقول لهم كل البسكوت اللي قدامكم ده وانتوا ساكتين. والحمد لله بقى بيكون خلص المشروع بتاعه وماشي هو واصحابه، واللي بيكونوا بيهزروا معاه على السلم، وباني بتكون شايفاه بقى وعماله تتامل فيه، واصحابه بقى بيكونوا بيهزروا معاه وعايزين ياكلوه، لكن هو بقى ما بيكونش عايز وبيرجع بظهره لورا وكان هيقع، بس بيصلب طوله على طول. لكن باني بقى ما بتكونش شايفه الكلام ده، بتروح هي وبتشد. فللاسف المؤسف بقى الايباد بتاعه بيقع وبيتكسر نساير، وهو بقى اول ما بيشوف اللي حصل ده بيقعد جنبه وبيفضل يصرخ. فباني بقى بتفضل تعتذر منه وبتقول له والله ما كانش قصدي، والله ما كانت نيتي، انا شفتك بتقع وكده عشان امسكك، ايه الغلط اللي انا عملته بس. وبتتاسف له، لكن هو بيقول لها الايباد بتاعي، فبتقول له ما تقلقش انا هدفع لك ثمن. وبتفتح التليفون بتاعه عشان تشوف النوع بتاعه، لكن بتتصدم لما بتلاقي ان هو ب $2000. فبتاخد الصدمه من هنا وبتقول له بص انا هدفعه لك كده على التقسيط. وبتيجي بقى علشان تهرب منه، لكن هو بيقول لها استني عندك كده عايز رقم. وبتروح بقى حفله الترحيب بالطلاب الجداد اللي معاهم في القسم، بتكون بقى شايله الهم وعماله تشرب وتسكر، لكن صاحبتها بتيجي وبتقول لها انت ايه اخبارك بقى مع حبيبك القديم ده؟ فبتقول له انت لسه فاكراه؟ انا نسيته اصلا. لكن البنت اللي معاها بتقول لها انا كنت فاكراك مش هتستحمله هتاخد اجازه، لكن باني بتقول لها ابدا مش هاخد اجازه. وفي الوقت ده بيخش جيون بقى اللي اول ما بتشوفه بتفرح، والمدرسه بقى بترحب بيهم كلهم وبتعرفهم ببعض، والبنت بقى بتقول لها هو انت ما تعرفيش جيون؟ ده حفيد رئيس مجموعه
مجموعة تشاون. فبنتها بقى بتاخد الصدمة من هنا، لكن صدمتها التانية بتيجي ان هو اصلا اكبر منها ب2 سنين، بس كان مريح كده ورجع تاني. جيون بقى بيروح وبيقعد قصادها وهي بتكون مكسوفة جدا، بتقول انا ما كنتش اعرف ان انت حفيد رئيس مجموعة تشاون، وان انت ازاي قاعد معانا على الترابيزة هنا، ده انت غني جدا يعني. وبيلطف هو معاها الجو، فبتقول له ان هي اسمها باني، هو بقى بيفتكر ان التمثال اللي شافه كان مكتوب عليه اسمها، فقد ايه بقى انها فنانة شاملة. وبتقول له ان هو يشرب، لكن هو بيقول لها انا ما بشربش الحاجات دي، ما بعرفش خالص. بس ساعتها بقى زمايله كلهم بيقولوا لازم تشرب علشان الاحتفال وكده، بس باني بتكون عارفه ان هو مش هيقدر يشرب لان هو اصلا ما بيشربش في العادي، فبتاخد هي وبتشرب بداله. فبيستجدعها بقى جدا وبيقول لها بص انا بكره عازمك بقى على وجبه، فبتقول له خلاص يا عسل موافقه. وبنشوف بقى يولي اللي بيروح هو كمان حفله ترحيب للطلاب الجداد في القسم بتاعه، وما بيكونش طايق نفسه بس مضطر لان هو الليدر. وهناء وشيرين هما الاثنين بيقوموا وبيقولوا كل المشاريب اللي انتوا تشربوها النهارده على حساب يولي، بس عايزين بقى نسمع منكم اسمه كده، فكله بيصرخ باسمه. فبيقوم بقى مضطر وبيشرب هو كمان النخب معاهم وبيقول لهم بالتوفيق يا حلوين. وبيكون بقى مش طايق نفسه عشان اللي حصل له الصبح، فبيخرج بقى، بس بيلاقي ان باني قاعده في المطعم اللي جنبه وعماله تحتفل وتضحك، فهو بيقول بتحتفل وتضحكي وانا حاسس بالبؤس ده كله بسبب. لكن بقى في وسط الاحتفال عينها بتيجي عليه وبتقول الايباد اهو. هو بيبص كده وبيقول هي بتشاور عليا ليه مش فاهم، وبيلاقيها ان هي خارجه، فبتروح له كده وهي بتهجم عليه، فبيقول لها لا يا حبيبتي خليكي عندك كده. اللي بتقول له هو انت ليه بتكلمني بالطريقه دي، ونظره عينيك دي نظره مخيفه جدا، هو انت راضي على اللي انت بتعمله فيا ده انت وقح جدا يا عم. فبيقول لها انا وقح، وبتقول له يا عم وقح، ده انا هسدد لك كل فلوسك دي. وبتقرب منه مره واحده كده وبتمسك وشه بايديها، وهو بيقول مالها دي اتجننت ولا ايه، وبيحاول يبعدها لكن بتكون جامده جدا وماسكه في وشه وعماله تضربه بالاقلام. وبتقول له انا كنت عايزه بس انقذ وشك الحلو ده من انه يقع. وبتكون بتكلمه وهي عماله تضربه بالاقلامه، وبتقول له وشك ده يسوى 1,000,000 جنيه، وبتقول له انت شكلك وسيم قوي عن قرب. لكن بقى بنلاقيها فجاه واحده خرجت كل اللي في بطنها عليه. بتصحى بقى باين راسها بتكون وجعاها وبتفتكر كل اللي عملته في ابننا، وبتقول ده باين عليه هينفخني النهارده. بنشوف بقى يولي اللي بيكون بيغسل هدومه من ناحيه وبيخلص المشروع بتاعه من الناحيه الثانيه، وبيقول ده انا يا باني هخليكي تدفعي الثمن غالي. بتكون بقى رايحه المدرسه وراسها لسه وجعاها، لكن بتلاقي ان في حد بيندى عليها، بتبص بتلاقي ان هو يولي، فبتبص عليه وبتقول يا لهوي ده هيقتلني النهارده، مش هخليه يمسكني خالص. وبتطلع تجري بقى وهو بيطلع يجري وراها، وانا بقول من موقعي دي عبيطه وبتجري، انت بتجري وراها كل ده ليه؟ بيقلبوا هما الاثنين الجامعه ورا بعض، بيروحوا بقى المهرجان وهم بيجروا ورا بعض، وبيكون هناك كل اصحابه. وهناء وشيرين بيكونوا ماسكين كده كاميرا وعمالين يصوروا بيها كل اللي بيحصل. وبنلاقي بقى ان بنتنا استخبت ورا جي وون، لكن يول بقى بيروح وبيمسك، وهما الاثنين بيقعوا على بعض وبتخلص كده الحلقه. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل في بقيه الحلقات؟ ده اللي هنعرفه لما نكمل مع بعض المسلسل. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وسلام.